حبايب قلبي عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده فيديو مشتريات. اشتريت ميك اب وحاجات كده للبشره الفتره اللي فاتت، فحبيت ان انا اصورها معاكم واقول لكم نوعها ايه وسعرها والكلام ده كله. وطبعا الفتره الجايه لما اجي استخدمها واجربها هقول لكم رايي فيها. انا هقول لكم كل حاجه جبتها بكام وكده، بس الاسعار هقولها لكم في اخر الفيديو، علشان في حاجات انا جايباها اونلاين وفي حاجات جايباها من محلات وكده تحت. فانا هجمع كل الاسعار في اخر الفيديو وهقول لكم على سعر كل حاجه فيهم. اول حاجه جبت الماسكارتين دول، دي سيبال ليفل اب اهي، ودي الفرشه بتاعتها اهي، بتاخد رسمه العين. هي حلوه، مش ووتر بروف بس ثابته، وبتعمل فوليوم حلو للرموش. بس عيبها ان هي بتكتل، ولو مش عايزاها تكتل، عشان انا جربتها اكتر من مره بصراحه، بفضل اعمل فيها كده اهو، وبعد كده ببدا ان انا ارسم بيها رموشي. لكن كاستخدام هي تحفه بصراحه، حلوه قوي 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 اهي. تاني ماسكارا دي من ايسنس اهي، ده شكل الفرشه بتاعتها. الفرشه بتاعتها سميكه عن بتاعه سيبال. دي بقى انا مجرباها قبل كده، دي انا اول مره اجربها. دي انا مجرباها قبل كده وتحفه، حلوه قوي 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 قوي. بصوا دي انا كنت جايباها ب 210، دي انا فاكره بكام، دي 210. واللي هي بتاعت سيبال دي كانت ب 240. تمام. اللي انا فاكره اسعارها هقول لكم دلوقتي على سعره، اللي مش فاكره اسعارها هقولها لكم في اخر الفيديو. وجبت الكحل ده من روز بيري اهو، جبت اللون البني ده، بصوا تحفه تحفه تحفه. انا عندي الالوان بتاعته، فانا مجرباه قبل كده وتحفه، فانا ما كانش عندي اللون البني ده فاشتريت ده. وجبت الكونسيلر ده من شجلام، الدرجه دي اسمها شيل. بصوا الدرجه بتاعته، هوريها لكم برده هنا، حلوه قوي قوي قوي، تحت العين بتفتح جامد. الدرجه دي عجبتني علشان فاتحه ومش بيجير تحت العين، يعني مش بيعمل تجير كده تحت العين. ده اللي انا لاحظته فيه لما جربته. وكمان مش بيأكسد. هو اهم حاجه نرطب تحت العين، بس انا جربته وما لقيته مش بيأكسد. بص انا كنت بستخدم ده من ميبلين فيت مي، درجته كام اقول لكم، الدرجه اللي هي ال 25. بتأكسد معايا، هي اغمق شويه اهي. بصوا الدرجه بتاعته غامقه ازاي، كانت بتأكسد معايا وكان بيجير تحت عيني. فده انا مش هستخدمه تاني، ما نفعش معايا خالص. ده انا جربته، ده تحفه شجلام. جبت كمان قلم الحواجب ده بتاع شجلام، هوريكم الجديد ده وهوريكم اللي انا كنت بستخدمه برضو قبل كده. الاتنين حلوين بس ده احلى اللي انا لسه جايباه جديد. بصوا ده ناحيتين اهو، اللي هو بيرسم شعرايه شعرايه، والتانيه اللي هي دي العريضه دي بيتلف كده اهو، بيطلع وبينزل تاني اهو. اقول لكم ده ايه، الدرجه دي اللي هي البني، مش غامق قوي مش فاتح، يعني الدرجه الوسط، ده حلو. بصوا بقى انا كنت بستخدم ده من شجلام، ده كان ناحيه واحده بس، الناحيه دي بتبقى الفرشه بتاعت الحواجب، الناحيه التانيه بصوا كان بيطلع كده اهو، اللي هو زي قلم الكحل اهو. ده حلو، بس ده احلى لو انتوا بتحبوا الحواجب بتاعتكم ترسموها شعره شعره. ده حلو، ده زي الكحل، ده يعتبر فلوماستر، جميل جدا. فلوماستر ناحيه
والناحيه التانية اللي هو برضو كحل زي القديم اللي معايا. تمام. اقول لكم بقى جبت ايه تاني. جبت الايلاينر ده من روز بيري، جبت اللي هو الاسود. انا كنت بستخدمه قبل كده وعايزه اقول لكم ان هو ممتاز، عشان كده انا ما فتحتوش، يعني اشتريته هو لسه جديد بس ما استخدمتوش. اهو اهو. البنات اللي مش بتعرف ترسم ايلاينر، القلم ده سهل جدا في الرسم، وعايزه اقول لكم ان السواد بتاعه حلو جدا وبيقعد كتير، بيقعد كتير جدا، والسواد بتاعه حلو. ده انا لسه جايبه اهو جديد، لسه ما استخدمتوش، وكان عندي اهو ده مستخدمه اهو وخلص. وكنت كمان معايا ده، بس ده مش عارفه كان منين. ده متهيألي كان مايت سينما. ثواني. عايزه اقول لكم ان ده برضو تحفه، بس هو خلاص بيخلص. ده تحفه، ده اللي انا بستخدمه حاليا. وده خلصان بتاع روز بيري. اقول لكم ايه تاني. الماسكارا دي برضو جبتها الفتره اللي فاتت من مايت سينما. دي بصوا، بصوا الفرشه بتاعتها، هي لسه فيها يعني مليانه، بس ما بحبش استخدمها ومش هستخدمها تاني، علشان بتخلي الرموش اول حاجه بتمسك في بعضها، وبتبقى صعبه جدا وانا باجي اشيل المسكره من الرموش. على ما اعتقد ان هي ووتر بروف، هو مش مكتوب عليها، بس انا بتعمل معايا كده، رموشي بتلزق جدا، وبعد ما بشيلها بحس ان رموشي بتتقطع وبتقع، لانها بتشرش بسهوله خالص. جبت البلاشر ده من شجلام. جبت ايه 3 درجات دول، بصوا دي ودي ودي، وده هايلايتر اهو. بصوا هوريهولكوا برضو على ايدي، ثواني. بصوا الدرجة دي اسمها ديفوتد اهي. بصوا اهو، دي درجتها، مدية على اورنج كده، بس تقيلة شوية، اورنج بقى بطيخي كده بس حلوة. وعايزة اقول لكم الثبات بتاعه تحفة. احنا جربنا دي تمام. تاني درجة دي اسمها لاف كيك، دي لاف كيك اهو. بصوا اوريكم الدرجة بتاعتها برضو. بصوا دي فاتحة جدا. بصوا هقول لكم ازاي، مش عارفة انتوا شايفينها اهي، تحسوا اللي هي بينك او روز اهي، حلوة جدا. دي حلوة للي مش بيحب البلاشر يكون تقيل. الدرجة دي بقى اسمها ريسكي بيزنس اهي. دي تاني. بصوا بقى الدرجة دي تقيلة بقى، دي تقيلة تقيلة يعني، دي بصوا حتة صغنططة كده منها. بصوا دي خطيرة. بصوا الدرجة دي هي مش هتبان قوي، هي هتدي بس ايه جليتر، شايفين اهي. ومجرد كده ما بتدمجيها خلاص تدي لمعة كده بسيطة. دي ممكن بقى تحطيها هنا فوق البراشر في الحتة دي، تحفة. دول برضو كنت فاكرة اسعارهم 320 320 320. ده كان اغلى شوية، ده كان ب 375. جبت الريتينال ده
من سليماكس. شفت عليه فيديوهات كتير جدا وبيقولوا ان هو تحفه، وان هو بيودي الخطوط اللي هي التعبيريه اللي هي في الوش، اللي هي عند العين واللي هنا واللي هنا وهنا وهنا. فلقيت ناس كتير جدا بتشكر فيه، فحبيت ان انا اجيبه عشان اجربه. ده شكل العلبه بتاعته اهو، بصوا ده اللون بتاعه، لونه ليموني فاتح جدا اهو. فده انا جبته، قلت ان انا هجربه. وشفت كمان طريقه استخدامه، بيقولك ما تحطيش كميه كبيره جدا، يا دوب كده نقط صغنططه وتبداي توزعي على وشك. فده ان شاء الله هستخدمه الفتره الجايه وهقول لكم رايي فيه. ده انا جايباه ب 1250. ده بقى وانا بشتري الحاجات دي قالوا لي هناك، قلت لهم عايزه حاجه ترطيب تحت العين. قالوا لي ده اسمه سيربست. انا اول مره اشوفه بصراحه، وما جبتش اي حاجه خالص من البراند ده. قالوا لي ان هو حلو جدا، بيودي الخطوط برضو اللي هي تحت العين وبيرطب كويس جدا، وكمان حلو الانتفاخات اللي تحت العين والتصبغات تحت العين. فبصراحه انا مش عارفه هل فعلا حلو ولا لا، فانا برضو هجربه الفتره الجايه وهقول لكم. العلبه شويه بعافيه شويه، مش عارفه مالها، في حاجه مدلوقه عليها برضو مش عارفه، على ما اعتقد نسكافيه متهيألي، بس انا جايباه كده بصراحه اهو. طبعا بنضغط هنا والماده هنا بتطلع، وبنبدا ان احنا نعمل بيه تحت العين. فده برضو ان شاء الله ان شاء الله يعني هستمر عليه الفتره الجايه، وهقول لكم حلو برضو ولا لا، ونتيجته ايه معايا، برضو بطيئه ولا لا ولا سريعه. ده كان عامل 430 جنيه، كان عليه عرض. هو كان مكتوب عليه قبل العرض ب 600 وشويه، بعد العرض ب 430. بص 420 ل 430، مش اغلى من كده. وجبت كمان بقى ايه، ذا اوردينري ده علشان التصبغات بتاعه البشره. انا كنت بستخدمه قبل كده علشان التصبغات، وعايزه اقول لكم ان هو تحفه ممتاز جدا جدا جدا، بيفتح البشره جدا جدا جدا. وكمان بستخدمه لفروه شعري علشان خاطر لو المنتجات اللي انا بحطها على شعري دي احيانا بتطلع قشره، فلو علشان طلعت قشره ولا حاجه، فعايزه اقول لكم ان هو تحفه وبينضف فروه الشعر جدا. بجيب القطنه اللي هي بتاعه الميك اب دي، وببدا ان انا احط عليها شويه، وبعد كده ابدا ان انا امشيه على فروه شعري. بعمله يعني مره او مرتين في الاسبوع. عايزه اقول لكم ان هو تحفه، واي بقعه داكنه صبغات دوت بيطلعها. ده ممتاز. انا يعني خلصت ازازه، ودي الازازه التانيه لسه جايباها اهي، بقى لها كام يوم بس كده ان انا ايه بستخدم. عايزه اقول لكم ان هو تحفه. ده كنت جايباه ب 1750. وطبعا لازم نجيبه من مكان موثوق فيه علشان يبقى اوريجينال. وجبت كمان باي اويل، ده لسه ما استخدمتهوش اهو، لسه جديد خالص. برضو شفت عليه فيديوهات بيقولوا ان هو تحفه، بيرطب الجلد جدا، وكمان علشان الاسترتش ماركس. شفت ناس كتير جدا استخدمته وبتشكر فيه، فانا بصراحه جبته اهو، وقلت ان انا هبدا ان انا اجربه. انا جايبه العبوه الكبيره، بصوا العبوه دي كانت ب 600 وشويه. ده 125 مللي في اللي هي العبوه الصغنططه، فده أنا لسه ما استخدمتوش خالص، فلما استخدمه هقول لكم رايي فيه. جبت كمان سان سكرين من بزلين، خطير. عندي واحده خلاص قربت تخلص، فجبت كمان واحده تاني. تحفه جدا، وبيدي جلو كده في البشره، و يعني لما بتيجي تعمليه كده في بشرتك على طول البشره بتمتصه، مش بيكتل ومش بيغير، وبيدي جلو حلو جدا جدا جدا. ده احيانا برطب بيه بشرتي يعني قبل الميك اب الصبح، تحفه. جبت بقى اللوز باودر دي من روزبيري، اول مره اجربها، بقالي فتره يعني بقالها فتره معايا، هي خلاص اصلا قربت تخلص. تحفه. انا جايبه اللي هي الدرجه اللي هي الشفافه خالص اهي. ده شكل الباكج بتاعتها اهو، جايبه اللي هي الشفافه، جايبه معاها السبونشه بتاعتها. استنى افتحها لكم. شويه فتحتها صعبه شويه، بس حلوه ان هي محكمه الغلق. بصوا اهي قربت تخلص فيها الحبه الصغنطتين دول، تحفه.
دي كانت ب180. جبت ايه كمان؟ بصوا بقى، جبت دي بتاعت الرموش، دي اللي هي بترفع الرموش دي. عايزه اقول لكم حلوه قوي 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 قوي، بتدي فوليوم حلو جدا للرموش. بستخدمها مره قبل الرموش وبعد. قبل الرموش ايه، بستخدمها مره قبل ما احط الماسكارا، وبعد ما احط الماسكارا بستخدمها تاني. بس طبعا عايزه ان هي تستخدميها بحذر علشان خاطر الرموش بتاعتك ما تتقطعش. فدي لازم تتعلموا ازاي اصلا تعملوا بيها، علشان مش اي حد يستخدمها كده رموشكم هتتقطع. النوع ده حلو اهي، خطيره وطريه جدا اهي. وفيها اللي هي المخدات دي اللي هي بتاعت الرموش اهي. املاح الباديكير دي من كليوباترا اهي. دي لسه ما جربتهاش، بس ريحتها خطيره خطيره خطيره. دي شفتها هناك وانا بشتريها، عجبتني جدا. مش عارفه دي بايه. دي باللافندر، تحفه قوي. استنى اوريها لكم اهي. شكلها تحفه وريحتها حلوه قوي. بصوا الكميه، هقول لكم برضه سعرها في الاخر، يعني مش فاكره سعرها. وجبت المؤشر ده من بايو بتاع البشره. عايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره بستخدمه، حلو قوي، كل ما بيخلص بشتري تاني. خطير ده. جبت القطن ده بتاع الميك اب، اول مره اجيب النوع ده. ده فيه 160 قطعه اهو. دي كانت ب120 جنيه. 160 قطعه دي هي مربعات. انا اوريكم برضو. فتحي بقى، فتحت اهي. بصوا اهي، بتاعت ازالة الميك اب. هي طرية، انا شفتها هناك فعجبتني فجبتها. برضو هجربها واقول لكم ايه، حلوه ولا لا. بس هم قالوا لي هناك في المحل ان هي مش بتفرول وحلوه، وهي فعلا ملمسها طري. جبت جل الصبار ده، بحب ان انا ارطب بيه بشرتي كل يوم قبل ما بنام. خطير، يعني لو ما حطيتش اي كريم ولا اي حاجه ده تحفه. ده بيخلينا استغنى عن اي مرطبات تاني. تصدقوا ان انا كنت هقفل ونسيت اوريكم اهم حاجه، يعني اهم حاجه في الفيديو كله، ليب جلوس. دي كده سيت بتيجي مع بعض من شجلام، التلات الوان دول اهو. هوريكم الالوان بتاعتها. في الدرجه دي، بصوا انا هحطها لكم جنب بعض. والدرجه دي اغمق شويه، مديه على بيجات كده، نوت كده، بنيات، بس هي غامقه شويه. والدرجه التالتة دي لون نحاسي، ممكن حاجه كده. بصوا الدرجات بتاعتها، دي التلات درجات، هما دول كلهم مات. جبت كمان الدرجتين دول، وده كمان من ميبلين، بس ده سوبر ستاي. هما كلهم مات عامه، انا كده كده جربتهم هناك وانا بشتريهم. بص، شوف الدرجه الحمراء دي تحفه، خطيره دي. بص الدرجه دي الاحمر دي برضو خطيره. بصوا دي غير دي، الدرجه دي والدرجه دي هوريكم الفرق ما بينهم دلوقتي. والدرجه دي بقى اللي تحفه، انا بعشق الدرجه دي. شايفين؟ هوريها لكم بقى دلوقتي. بصوا هوريكم الدرجتين اللي هم الاحمر دول. انا هقول لكم بصوا الارقام بتاعتها. السوبر ستيت ده 320، درجته 320. واللي هو ده درجته 03. واللون ده 07. الدرجة دي اللي هي دي اهي. بصوا
الدرجة دي خطيرة، والدرجة دي بتاعت سوبر ستي اوريها لكم برضو اهي. بصوا الفرق، فاتح وغامق اهي، شايفينها اهي، شايفينها. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك وكومنت حلو، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير هتعجبكم جدا، واي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، هتوحشوني جدا. باي باي.